السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هناخد الدرس التاني في المفهوم الاول، وهو انواع وطرق التكيف. احنا اخدنا ايه هو التكيف، هناخد النهاردة بقى انواعه وطرقه. احنا هناخد ايه في الدرس؟ هناخد اول حاجة ايه هو التكيف السلوكي، تاني حاجة ايه هو التكيف التركيبي، وتالت حاجة هناخد امثلة عليهم. طيب يلا بينا بقى ندخل على الدرس. اول حاجة كده هناخد ايه هو التكيف. احنا قلنا طبعا في اول درس خالص يعني ايه التكيف وشرحناه بالتفصيل، بس برضو للي هو ما سمعش الفيديو او اللي ما كانش مركز او اللي مش فاهم اصلا اديني هعيده تاني اهو قبل ما ندخل على الانواع. ايه هو التكيف؟ قال لي مثلا يعني لو انا عندي انسان في الشتاء وواحد تاني في الصيف، ايه اللي بيحصل في الشتاء؟ في الشتاء بتلبس ملابس ثقيلة، اما في الصيف بتلبس ملابس خفيفة. طب ده ليه؟ علشان تتكيف مع درجة الحرارة، علشان تعرف تعيش في البيئة ديت بالظبط. يبقى التكيف هو خصائص او صفات او سمات بتساعد الكائن الحي على البقاء والتكاثر في البيئة التي يعيش فيها. يبقى هي خصائص او صفات او سمات بتساعدك انك تعيش في البيئة وتتأقلم فيها. طيب هل التكيف ليه معاني او ليه كلمات متساوية ليه في المعنى؟ التكيف يساوي التعايش يساوي التأقلم، ودي مهمة علشان ممكن يلعب فيها في الامتحان. النوعين بقى بتوع التكيف هو التكيف التركيبي والتكيف السلوكي. يبقى ايه هي انواع التكيف؟ لو جالك في الامتحان قولي انواع التكيف ايه هما 2، التركيبي والسلوكي. طب لو جالك في الامتحان برضو قالك عرف لي واحد فيهم، كل واحد هتعرفه من اسمه. يعني التكيف التركيبي هو تغير في تركيب احد اجزاء جسم الحيوان. معنى كده ان هو بيركز على مين؟ بيركز على التركيب اللي داخل جسم الحيوان. طيب اما التكيف السلوكي هو تغير في سلوك مجموعة من الحيوانات. يعني لو انت حتى نسيت مثلا التعريف في الامتحان هتاخد اخر كلمة يعني اللي هي التركيبي او السلوكي، وهتكتب هي تركيب احد اجزاء جسم الحيوان او هو سلوك مجموعة من الحيوانات على حسب مين الاسم الموجود في التعريف. طيب الامثله اللي احنا هناخدوها دلوقتي على كل واحد، هناخد في التكيف التركيبي مثالين وفي التكيف السلوكي مثالين برضو. في التكيف التركيبي هناخد الصقر والبط، اما في التكيف السلوكي هناخد الطيور والقوارض. بس قبل ما ندخل بس انا عايزه افهمكم، انتوا دلوقتي خلاص نعتبر يعني قلت لكم ازاي تحفظوا التعريف. عايزين بقى نفهموه علشان لو جالي اي مثال غير الامثله اللي محطوطه ديت وممكن نلعب في الموضوع ده امثله في الامتحان، اعرف المثال ده هل هو نوع التكيف التركيبي ولا نوع التكيف السلوكي. اعرف منين؟ ببساطه شديده لو مثلا جاب لي تركيب في الحيوان، يعني مثلا جزء من الحيوان نفسه زي اعضاء مثلا جواه، او مثلا اقدامه او منقاره وهكذا، يبقى ده تكيف تركيبي لانه هو في تركيب جسم الحيوان ده. اما التكيف السلوكي لما يقولك مثلا الغزال مثلا بيجري ليتخبأ مثلا من مين او ليختبئ مثلا من الاسود او النمور او الحيوانات المفترسة عامة، يبقى هنا ده سلوك، هما بيعملوا الحاجة دي لكن هي مش جزء منهم. تمام؟ طيب تعالوا نشوف بقى امثلة بالتفصيل اكتر. التكيف التركيبي هناخد اول حاجة الصقر. قالك انه الصقر شكل المخالب بتاعته بيساعده على صيد الفريسة، يعني بيساعده انه يصطاد الفريسة بسهولة. طب ده تكيف تركيبي ولا تكيف سلوكي؟ تكيف تركيبي. ليه؟ لانه تركيب في جسم الحيوان، جزء من جسم الحيوان، اقدامه او مخالبه ديت موجودة في جسمه، فمعنى كده ان هي تركيب من الحيوان نفسه. تمام؟ طيب تاني مثال عندي ارجل البط. ارجل البط عندي مالها؟ شكل ارجلها بتساعد البط على السباحة في الماء. يعني معنى كده انه ارجل البط ديت ايه؟ جزء من جسم الحيوان، يعني معنى كده ان هي برضو ايه؟ تكيف تركيبي لانها في تركيب جسم الحيوان. ناخد بقى التكيف السلوكي. التكيف السلوكي اول مثال عندي هو مين؟ الطيور زي ما احنا قلنا في الجدول. طيب الطيور ديت سلوكها، السلوك بتاعها بتعمل ايه؟ قال لي بتعمل هجرة كل عام الى المناطق الدافئة، بتهاجر من المناطق الباردة للمناطق الدافئة. طيب ليه؟ اكيد علشان تحافظ على مين؟ تحافظ على درجة الحرارة بتاعتها وللهروب من برودة الشتاء في بيئتها.
يبقى هي بتهرب من برودة الشتاء في بيئتها علشان تحافظ على درجة الحرارة بتاعت جسمها عشان ما تموتش. تمام، عشان كده هي بتهاجر للمناطق الدافئة. زي مثلا لو انت مثلا قاعد مثلا في مكان كله تلج، وفي مكان تاني مثلا درجة الحرارة بتاعته مرتفعة شوية عن المكان اللي انت موجود فيه، يعني حر شوية، انت هتعمل ايه؟ هتقوم ماشي من المكان اللي هو كله تلج او كله برودة ده، وتقوم رايح للمكان الادفأ شوية. نفس النظام الطيور. يبقى انت كده عملت ايه؟ غيرت في السلوك بتاعك. لكن دوت مش تركيب في جسم الانسان او جسم الحيوان، لا، ده السلوك بتاعك. تاني مثال عندي هو القوارض اللي هي الفئران. يبقى الفئران ديت هي نوع من انواع القوارض. القوارض ديت طبعا حاجات كتير، بس احنا عندنا بس المثال منها هو الفئران. تمام. طيب الفئران بتعمل ايه؟ قالك بتختبئ في الجحور بحثا عن الظل. طيب ليه هي بتختبئ في الجحور؟ قالك لتجنب حرارة النهار. يعني مثلا انت ليه بتقعد في المنزل الصبح او بتقعد مثلا في مكان فيه ظل؟ علشان تتجنب الحرارة او تتجنب الشمس. بالظبط الفئران بتعمل كده.